السلام عليكم خوتي. سالا دور المجموعات، الهضره ديال الانذارات، شكون الاول، النقاط، تسنى الفرقه الاخرى، كلشي هادشي سالينا وطوينا معاه. اليوم غادي نتكلموا على دور الثمن، مقابلات اللي قويه. الا رجعتوا قبل كانت كتكون مفاجات كثيره. علاش هاد كاس افريقيا بالضبط اللي تنظم في المغرب 2025 ما كاينيش مفاجات كثيره؟ الفرق الكبيره هي اللي دازت، يعني تقريبا جنوب افريقيا، المغرب، مصر، تونس، الجزائر، السينيغال، نيجيريا، الكوت ديفوار. ما كاينش مفاجاه هذا الموسم. مواسم سابقه كانت مفاجات ديال الخروج من الدور الاول، كان منتخب الجزائر اللي منتخب قوي وحاصل على لقب 2019. اليوم هادشي ما شفناش صراحه، ما شفناش هادشي. يعني تقريبا هاد الدوره هذه ما كاينش مفاجات. دور الثمن فيه ما يتقال، كاينين ماتشات من داك الشيء الرفيع. باش نختصر عليكم اليوم انا غادي نحاول من وجهه نظري نعطيكم المنتخبات على حسب الاداء اللي ادوا في دور المجموعات، المقابلات بثلاثه. نشوف الاداء ديالهم، نحاول نتكلم معكم عليه ونعطيكم كذلك التوقع ديالي لهاد المقابلات ان شاء الله باذن الله. ندوزو نبعدوا شويه على المغرب، نخليو نبعدوا عليه العين، نمشيو للجهه الاخرى ونبداو باول مقابله ما بين شكون؟ تونس مالي. تونس مالي، بالنسبه لي انا تونس مالي ماتش غيكون قاصح. مالي دارت مقابله كبيره قدام المغرب، ولكن الا رجعتوا للمباريات ديالها في المجموعه فما كانش اداء، لا ضد جزر القمور ولا قبل، ولا ضد المنتخب ديال زامبيا. ما شفنا الصراحه مالي اللي كنعرفوها قبل. تتعرفوا مالي باللاعبه كبار اللي دازوا، كانت في مستوى عالي، ولكن هذه البطوله هذا بكل صراحه ما قدمتش من غير المقابله ديال المنتخب المغربي. وتنعرفوا هذا الشيء علاش ناتج، لانه الاختيارات ديال وليد الركراكي والتشكيل حتى النهج التكتيكي اعطى فرصه اكبر لمالي انها تفرض نفسها في هذه المقابله. رجعوا نتكلموا على تونس. بالنسبه لي انا تونس عندها رده فعل جيده. وعلاش غادي نختار لكم تونس؟ علاش انا غادي نختار تونس؟ لانه بكل صراحه بالنسبه لي انا تونس من المنتخبات اللي كتشوفهم ديما في الدومي فينال، كار دو فينال، عندها تجربه وكتعرف تربح الماتشات ديالها. هذاك الشيء علاش انا تنختار تونس بالنسبه لهذه المقابله. المقابله الثانيه ما بين السنغال والسودان، ما غاديش نتعطلوا فيها. المرشح الاول للفوز بهذا اللقب هو السنغال، رغم الاداء ديالو امام الكونغو اللي ما خوفنا من السنغال، ولكن تتبقى السنغال هي السنغال نظرا للتوفر ديالها لاعبين واعرين مستوى اللي عالي. امام السودان تنظن انه السنغال هي اللي غادي تدوز. نهبطوا شويه لتحت، كاين البنين مع مصر، يعني تقريبا لغه الاوراق، لغه التكتيك، لغه الامتيازات، لاعبين في مستوى كمحمد صلاح، مرموش. تنشوف انه المنتخب المصري مؤهل انه يدوز لربع النهائي. ساحل العاج بوركينا فاسو، خبره، تجربه، اخر لقب فازت به ساحل العاج. بالنسبه لي انا فهو ساحل العاج. اذا كما تشوفوا مع خوتي، تونس في مواجهه ديال السنغال ومصر في المواجهه ديال الكوت ديفوار. رجعوا من بعد وغنتكلموا على شكون اللي غادي يتاهل من هاد المباراتين للدور النصف النهائي. دور الربع النهائي بالنسبه لي انا تونس، السنغال، مصر وكوت ديفوار هما اللي غادي يتاهلوا. ندوزوا المجموعه اللي فيها المنتخب المغربي ونبداو على بركه الله. جنوب افريقيا، الكاميرون. المغاربه بزاف تيقولوا الكاميرون واعره، عندها لعبه في مستوى، ولكن انا تنشوف تكتيكيا الاحتفاظ بالكره، اللعب بالهدوء وقتل المباريات. ضد مصر تنظن انه الخبط الكروي ديال مصر هو اللي خلانا مصر تربح جنوب افريقيا وتفرجوا في هذا الماتش. وكنا كنتمناو ان مصر تربح بنتيجه وباداء، ولكن الاداء كان مخيب الامل. النتيجه 1-0، عرفوا يحتفظوا بها. جنوب افريقيا من المنتخبات اللي كتلعب منتخبات تتلعب مقابلات الكبيره ضد الفرق الكبيره. شحال هذا ما شفناش جنوب افريقيا مع الكاميرون، اليوم غادي نشوفوه. بالنسبه لي التوجه ديالي على حسب ما شفت عينيا، الماتش الوحيد ديال الكاميرون اللي كان طوب هذه السنه وكانت تقريبا مقابلات الكان، كوت ديفوار مع الكاميرون. من بعد ما بقيناش شفنا ذاك الاداء لا ديال الكاميرون ولا الكوت ديفوار. داكشي علاش كنقول لكم كاين بعض الفراقي تيكبروا في ماتشات. وبالنسبه لنا جنوب افريقيا غادي تكبر قدام الكاميرون وغادي تتاهل ربع النهائي. المباراه الاخرى المغرب تنزانيا، حذاري ثم حذاري ثم حذاري. كلشي كيتكلم على سهولات المقابله وهذا الشيء، ولكن شفت المقابلات بثلاثه، درت لهم تحليل ان شاء الله الحلقه غادي تنزل من بعد. المنتخب التنزاني منتخب اللي خطير ومنتخب اللي سريع، ولا شفتوا ضد نيجيريا يعني تقريبا بزز من نيجيريا باش ربحاتهم، بزز يعني بكره بكل شيء بزز. المقابله ما غتكون سهله، ولكن كنرشح المنتخب المغربي ليس عاطفه وانما اداء، وكذلك التوفر ديالو على كتيبه كبيره ديال اللعابه دوليين. نرجع نتكلم على المنتخب الجزائري امام الكونغو. هنا ما غاديش نخدع العاطفه ديال العروبه ولا المسائل، غنتكلم الجزائر منتخب اللي كبير، منتخب اللي كنا كنتظروا منه بزاف د الحوايج في هذا كاس افريقيا. دور المجموعات تقريبا فاز
نتيجة وأداء، ولكن المنتخبات اللي واجهها ما كانش تقريبا المنتخبات اللي صعيبة. السودان تقريبا منذ البداية تسجيل الهدف تسهل عليه بزاف ديال الحوايج. شفنا الكونغو في ماتشات كبار، شفنا الكونغو ضد السينيغال، شفنا الكونغو ضد الفرق اللي لعبت معاهم، يعني منتخب ما كيرحمش بهذا المفهوم. المنتخب هذا ما تنساوش انه لعب ضد المغرب، ما قدرناش نربحوا عليه في اعز الظهور ديالنا من وراء كاس العالم قطر 2022. بالنسبه لي انا فانا بكل صراحه مع احترامي للجمهور ديال الجزائر، منتخب الجزائر كيبان لي ان الكونغو غيمشي للربع وما غيمشيش غير للربع وانا راجع ليه. نيجيريا موزمبيق، تنشوف انه نيجيريا والاداء ديالها متفاوت شيئا ما، لانه بعض المرات ما كتحافظش على ديك النتيجه، وشفنا هذا الشيء ضد المنتخب التونسي. ولكن رغم ذلك نيجيريا جايه باش تمشي بعيد في هذا الكاس، غتدوز لربع النهائي. هذا هو التوقع ديالي. بالنسبه لي انا فجنوب افريقيا المغرب الكونغو كذلك نيجيريا هما اللي غيدوزوا للدور الربع. ربع النهائي بالنسبه لي غادي يكون بهذا الشكل فقط، هو توقع الاخوان، ومن بعد لكم الاختيار في التعاليق ديالكم، التوقع ديالكم. بالنسبه لي انا هذو هما المنتخبات اللي كنشوف غيدوزوا للدور الموالي. نكملوا مع المنتخب المغربي ولا نبعدوا ثاني العين، نبعدوا العين نمشيو لبلاصه اخرى ونهضروا على المجموعه اللي فيها السنغال تونس. تكتيكيا تونس منتخب اللي قوي، السنغال كيتوفر على امكانيات اللي كيصنعوا الفارق. الاخوان لاعبين في المستوى اللي كيصنعوا الفارق. الى استثنينا حنبل لاعب المنتخب التونسي اللي كيزاول في البطوله الانجليزيه، فتنشوف انه منتخب السنغال اقرب بالظفر انه يفوت الربع ويمشي النصف النهائي، لان عنده الامكانيات. تكتيكيا المنتخب التونسي ما كاين ما يتقال، نقدروا نسميوه المنتخب الايطالي الافريقي. دائما كنتكلم على التكتيك الايطالي بالنسبه للمنظومه الدفاعيه ديال المنتخب التونسي اللي كيعرفوا يربحوا المقابلات ديالهم، ولكن اذا كانت الامكانيات، اذا كانوا لاعبين في المستوى، تنظن ان هذا السنه هذا كيفتقدوا بزاف ديال اللاعبين، لانهم الدور ديالهم متذبذب شيئا ما في دور المجموعات، وهذا الشيء اللي كنتسناو. بالنسبه لي انا ممكن يفوزوا على مالي، قلتها وتنعاودها، ولكن امام السنغال فانا كنرشح السنغال هي اللي غادي تمشي بعيد للنصف النهائي. مصر ساحل العاج او مصر الكوت ديفوار نفس الشيء. تكتيكيا المنتخب المصري كيشبه بزاف المنتخب التونسي في افريقيا، وكيعرف يربح المقابلات ديالو. 7 ألقاب ماشي سهله. ساحل العاج الامكانيات واخر لقب، انا كنشوف انه المنتخب المصري الاحق انه يدوز، لانه عرف يربح المقابلات ديالو، عرف يلعب المقابلات ديالو بالامكانيات اللي عنده. ولكن مغايرا للمنتخب التونسي تكتيكيا، ولكن الامكانيات اللي عنده ماشي هي اللي عند تونس. محمد صلاح، مرموش، لاعبين الاهلي المصري، التجربه المصريه و7 ألقاب غتكون ثقيله بزاف على الكوت ديفوار. وتنعرفوا المواجهات كان دائما مصر افضل من الكوت ديفوار. انا كنرشح منتخب المصري لدور النصف النهائي اللي غادي يكون نصف النهائي شعله فيه العافيه، مصر السنغال. ندوزو الخانه ديال المنتخب المغربي، نبداو بجنوب افريقيا. المنتخب المغربي جنوب افريقيا ما تنساوش خرجنا في اخر كاس افريقيا، تكرفس عندنا حتى في كره. ولكن لا رجعنا نتكلموا على جنوب افريقيا، جنوب افريقيا ديك الساعه كانوا عندها امكانيات ولاعبين في مستوى اللي زاولوا في الدوري الجنوب افريقي، اللي كان محتكر شيئا ما في عصبه الابطال الافريقيه، السوبر ليغ الافريقي. الظهور ديال اللاعبين ديالهم سان داونز كانت في مستوى اللي عليه، وتقريبا 9 ولا 10 ديال اللاعبين اللي كانوا في المنتخب انذاك، وكانت توليفه وكانت كره ديالهم من داكشي الرفيع. تتعرفوا ان جنوب افريقيا من الفرق اللي كتلعب كره من داكشي الرفيع، داكشي علاش رشحتها امام الكاميرون. وفي مواجهه المغرب فانا بالامكانيات، بدون عاطفه، بالامكانيات بحضور الجماهيري، فتنرشح المنتخب المغربي هو اللي غادي يدوز للدور النصف النهائي. رشحنا الكونغو امام الجزائر ونيجيريا امام الموزمبيق. ما بين نيجيريا والكونغو مواجهه كتعاود، اقصائيات كاس العالم اليوم تشوفوهم في دور الربع كاس افريقيا. شنو تيبان لكم؟ الكونغو غتعاودها ولا نيجيريا؟ نيجيريا فرقه اللي منظمه وتعرف تلعب كره، ولكن ما كتحافظش على النتائج ديالها، كيولي تذبذب في الشوط الثاني. انا تنقول انه الكونغو غيكون مفاجاه السنه، ماشي غير في كاس افريقيا وحتى في كاس العالم، لانه هما اللي قصاو نيجيريا. انا كنرشح في هذه المقابله بالذات قوه الكونغو امام نيجيريا، لانه منتخب الكونغو منتخب اللي قوي، منظم تكتيكيا، لاعبين سريع ولاعبين في مستوى. الكونغو تبدلات بزاف، الكونغو اللي كنتو تعرفوا قبل ماشي هي الكونغو اللي كتشوفوا دابا. اخر مواجهه امام المنتخب المغربي تمحلنا معهم، شفنا هذيك ليستوار ديال المدرب مع اللاعب ديالهم ديال السابق ديال اولمبيك مارسيليا. على اي انا كيبان لي انه غتعاود في نصف النهائي.
قلت لكم اصعب مقابله اللي غتكون عند المغرب من وراء المقابله ديال مالي، رغم انه مالي تنظن انه المدرب اللي سهل على مالي المأموريه، تنظن انه اول امتحان غيكون ديال المنتخب المغربي هو جنوب افريقيا. من بعد نصف النهائي غادي يكون ما بيننا وبين الكونغو. عندك ما عندكش، هذه هي الكره. اذا ما كاينش الانسان لا شي تباكى طحت مع هذا ولا مشيت مع هذا. اليوم عندك ما عندكش. نبعد مره اخرى العين لثالث مره ونمشي للنصف النهائي الاول. النصف النهائي الاول ما بين كاميرون، عفوا ما بين السنغال وما بين مصر. مصر السنغال التجربه والخبره والامكانيات وحتى اللاعبين، مواجهه كتعاود. الى عقلتوا على نصف نهائي كاس افريقيا ما بين مصر والسنغال، مره اخرى مواجهه كتعاود. شكون اللي غادي نرشحوا؟ واش السنغال ولا مصر؟ بدون عاطفه، اللي كنت كنتمنى اننا نشوف مصر في النهائي، ولكن تنظن انه السنغال الاجدر والاحق، لانه الامكانيات تكتيكيا حتى المستوى ديال اللاعب ديالهم واللاعبين ديالهم مستوى اللي عالي. والسنغال غادي في خط تصاعدي، ممكن غادي نرجع لقل الخبره ديال المدرب حسام حسن ديال المنتخب المصري هي اللي غادي تعطي الافضليه للمنتخب، لانه الامكانيات اللي عند السنغال عند مصر، ولكن ماشي في جميع الاماكن. الا استثنينا الهجوم ديال مصر فتلقاو ان السنغال في جميع الاماكن، حتى الاحتياط ديالهم مستوى اللي عالي. اذا بالنسبه لي انا فغادي نأهل المنتخب السنغالي الاول نصف نهائي في كاس افريقيا المغرب 2025. اذا النصف النهائي الاول عرفناها الاخوان، من بعد ما عطيناكم التوقع ديالي بالنسبه لي السنغال هي اللي غتمشي بعيد في نصف النهائي. ندوزو الجهه اللي فيها المنتخب المغربي امام الكونغو. ماتش ما ساهلش، ماتش صعيب، نقدروا نسميوه مقابله الانتقام ولا مقابله العداله الالهيه اللي تكلم عليها لاعب ديال الكونغو. ممكن تكون العداله الالهيه، وهنا غنشوفوا الكره واش الكونغو كاينه ولا ما كايناش. وشوف نقول لكم هذه القضيه، ولو يكون الجمهور ولا ما يكونش، الكونغو منتخب قوي ومنتخب عنده لاعبين من طراز اللي عالي، واخا ما كيزاولوش في انديه اللي معروفه، ولكن بداو عندهم استراتيجيه كذلك ديال الجامعه ديالهم، كيخدموا بزاف. عقلتوا على الفرق ديالهم، مازيمبي الكونغولي اللي فاز بالقاب عده متتاليه ديال عصبه الابطال الافريقيه، هذاك الشيء ما كيجيش غير هكاك، خدمه كتكون. المنتخب المغربي تا هو هادشي اللي كنتظروا منه، انه يدوز نصف النهائي بدون عاطفه. تنشوف انه المنتخب المغربي غادي ان شاء الله باذن الله غادي يمشي نصف النهائي الاول مع منتخب السنغالي. نعطيكم الفينال ولا نخليو الفينال حتى الحلقه اخرى؟ انا بالنسبه لي نصف النهائي ما بين السنغال والمنتخب المغربي نخليو نهضروا عليه من بعد ان شاء الله، ونخلي لكم في التعليق شنو اللي بان لكم، واش المغرب ولا السنغال في النهائي، وشكون اللي غادي يظفر بهذا اللقب. اخوان خليوا لي في التعليق ديالكم شكون اللي غادي يفوز بالنهائي، واش المغرب ولا السنغال. انا غادي نحاول نتجنب هذه المساله ونخليها من بعد الحلقات اخرى باش نتكلم. كيبان لي انه التوقع ديالي هو هذا. التوقع بالنسبه لي انا راجع المقابلات الثلاثه اللي تلعبوا في المجموعات، خديت كل مباراه وحاولت نتكلم على الامكانيات ديال اللاعبين تكتيكيا، حتى الخبره ديال بعض المنتخبات. كيبان لي انه السنغال المنتخب المغربي الاجدر انهم يكونوا في النهائي ديال هذه البطوله المغرب 2025. خوتي خواتاتي، بهذا نكونوا هنا الحلقه ديال اليوم. تنضرب لكم ان شاء الله موعد في الحلقات القادمه باذن الله. وما تنساوش الحلقه الماجيه غنتكلم بزاف على تنزانيا، شكون هي تنزانيا وكيفاش كتلعب تكتيكيا، وغنتكلم حتى على الحلول اللي ممكن وليد الركراكي يلقاهم ان شاء الله باش ندوزوا بسهوله لربع النهائي. بهذا نكونوا هنا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.